مرحبا متابعيني الأعزاء، وحياكم الله بقناتي الأولى منوعات في تركيا والعراق، والثانية يوميات ماما أم لواء. الشكل والمنظر يحكي ويتكلم. الكبة السورية بالبطاطا مقلية، والطعم يستحق التجربة. اتمنيتكم وياي تابعوا الفيديو للنهاية. متابعين الأعزاء، اليوم راح أسوي وياكم كبة البرغل بالبطاطا والنشا. تعالوا وياي. ناخذ الكوب المعياري، كوب ونصف الكوب. أنا استخدمت أكواب المعيارية. كوب ونصف برغل يعني من البطاطا، وهنا أنا عندي بكوب المعياري ربع من النشا. التوابل اللي راح استخدمها: ملعقة شاي من الكمون، كاري، ملعقة شاي من الكاري، بهارات تشريب الدجاج ملعقة شاي، وظرف من الزير. راح اخلط رشة من الملح حسب الذوق. ماي حار يكون ضروري، اني غليت بالغلاية. اضيف هذا الكوب تدريجيا. هاي للمرحلة الأولى. هسه راح أضيف بعد فقط ربع، اللي هو فقط هذا الساف الأول. خليت مي فقط ربع، يعني كوب وربع، كوب المعياري. وأتركها مدة كل نص ساعة أجي أقلبها مدة ساعة. كل ما يعني تخلوها أكثر كل ما النتيجة أفضل وأحسن. ونتركها كل نص ساعة نجي نقلب بيها. هذا نصف الكوب المعياري طحين التمان، طحين التمان والنشا والبرغل والبطاطا. وهنا أعزائي ضفت نصف كوب من طحين التمان، بس الموبايل كان مدى يصور بكوب المقياس نصف كوب للبرغل، وعجنت بيها بهالشكل هذا. وراح اتركها مدة نصف ساعة حتى طحين التمان يترطب ويا البرغل. طبعا هاي كلها بايدي، يعني ما استخدمت لا عجانة ولا مثرمة. هسه راح اتركها مدة نص ساعة، وما ضفت لأي سوائل، فقط اكتفيت بالسوائل اللي ذكرتها. هنا أعزائي بعد ما تركت العجينة مدة نصف ساعة ترتاح، راح اهرس الحبتين من البطاطا بهالشكل هذا. اذا حابين تبرشوها عادي ماكو اي مشكلة. وراح اضيفها فوق العجينة واعجنها وياكم. وهنا حبايبي بديت اخلط بيها بالهراسة بهالشكل هذا. الاضافة الاخيرة اللي راح اضيفها هو ربع النشا، يعطيها قرمشة وتطلع تجنن. وابدي اعجن بيها. عجينتها ناجحة 100%. اتركها شوية ترتاح، وبعدين الفها وياكم. بعد مرور 10 دقائق الى ربع ساعة راح ابدي الفها وياكم. وهنا اعزائي بديت اجرب وياكم. طبعا جربت بالماء تلتصق، انصحكم تسووها بالزيت وتطلع من اروع ما يكون. دائما خففوا القشر مع العجينة وخلوا لحم زايد، وتطلع كبتكم طيبة ومن أروع ما يكون. صارت عندي بهالشكل هذا. هاي سويت لكم على شكل قرص بهالشكل هذا. سويت هذني. هسه راح أكمل الباقي وأرجع وياكم. هذه هيك من تصير عندكم ثقوب فقط، خلوا عجينة صغيرة وظلوا عدلوا بيها. هسه اروح اكمل الباقي وارجع لكم حبايب.
وهنا بعد ما كملت لفها وطلعت من عندي هاي الكمية ما شاء الله تبارك الرحمن، راح أفرزها وآخذ من عندها عند الحاجة. وأيضا ويا تفريز الكبة سويت حشوة مال كباب واحتفظت بها بالحافظات وراح أخليها بالمجمدة. وانتهى فيديونا وياكم، أتمنى يعجبكم وينال استحسانكم ورضاكم. مع السلامة، أختكم أم لواء، انتظرونا بفيديوهات جديدة وقادمة.